السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صباح الفل عليكم وصباح الورد وصباح الياسمين وأحلى صباح على عيونكم يا أحلى متابعين في الدنيا. ربنا يسعد صباحكم ويبارك فيكم ووسع أرزاقكم، قولوا آمين يا رب العالمين. نبدأ الأول يومنا بالصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أحلى صباح على عيونكم، ربنا يسعد صباحكم داخل مصر وخارج مصر وجميع أنحاء العالم، إخواتي وحبايبي، ربنا يسعدكم ويكبر خواطركم، اللهم آمين. احنا قلنا نعمل مع بعض النهارده شويه الفول المدمسين الحلوين دول. يلا بينا كده نسمي بسم الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، طبعا انت لازم لما تيجي تجيبي الفول يا حبيبه قلبي، لازم تيجي تجيبي الفول ده، تجيبي الفول الفاتح. هتجيبي الفول ايه؟ هتجيبي الفول الفاتح، تمام، مش الغامق. الفول الفاتح حتى يبقى شكله حلو في الاكل وبيستوي بسرعه. طيب احنا هنجيب الفول الفاتح، حلو كده حلو كده زي العسل. الحله دي على فكره عندي للسلق والحاجات دي يعني حله مخصصه كده، سايباها للسلق والحاجات اللي زي كده، تمام. فالمهم انا جبت الحله بتاعتي، غسلت الفول وغسلت عليه نص كوبايه رز. دي نص كيلو فول يا جماعه، ده نص كيلو فول مدمس، يعني كيلو فول للتدميس. بس الفاتح غسلته كويس ونقعته وغسلت عليه نص كوبايه رز. دي التكه الحلوه بقى اللي بتخلي لك الرز اللي بتخلي لك الفول بتاعك يبقى تقيل كده ومنشي وجميل ما شاء الله، اللهم بارك. تمام، انا حطيت نص كوبايه رز ليه اموله عشان خاطر الرز بيخلي الفول بتاعي منشي كده وجميل وتقيل وحلو، اللهم بارك. طيب انا حطيت الفول نص كيلو فول، حطيت عليه نص كوبايه رز، حطيت عليه تاني يا اموله، حطيت عليه ايه؟ حطيت عليه كوبايه عدس او نص كوبايه عدس. ده نص كيلو رز، نص كيلو ايه، نص في ايه وانا مالي هيست كده ليه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. انا حطيت الوقت نص كيلو فول، تمام، غسلته كويس قوي ونقعته. حطيت عليه نص كوبايه رز، غسلتها كويس وحطيتها. حطيت عليه نص كوبايه عدس، غسلتها برضو كويس وحطيتها. حطيت برضو كوبايه فول مدشوشه، تمام كده. حطيت كوبايه فول مدشوشه، غسلتها كويس قوي برضو حطيتها. يبقى دلوقتي حطينا نص كيلو فول، عليه نص كوبايه رز، عليه نص كوبايه عدس، عليه كوبايه فول مدشوش، تمام كده، تمام كده زي الفل. طيب جبت طماطميه كبيره كده زي ما انتم شايفينها، اللهم بارك. هبشرها كويس قوي بالمبشره. بس احنا هنعمل ايه بقى الاول؟ الفول ده انا نقعته من بالليل لما لتاني يوم الفجر. يعني انا نقعت الفول ده من 9 مثلا بالليل كده قبل ما انام، من الساعه 9 كان نقعته الساعه 9، وسبته بقى نقعته كده وسبته لما لتاني يوم الفجر ولعت عليه. تمام كده يا اموله، تمام كده يا اموله. طيب جبت دلوقتي طماطميه ايه زي ما انتم شايفينها، بشرتها وهنزل بيها فين؟ على العدس. عدس ايه، هنزل بيها على الفول. معلش يا جماعه سامحوني، انا بسجل الفيديو ده وانا يعتبر نايم. طيب انا زي ما قلت لكم بقى، نقعت العدس، نقعت الفول بالعدس بالرز بالفول المدشوش من 9 بالليل لما لتاني يوم الفجر، تمام كده. خلاص اول ما قمت صلاه الفجر الحمد لله، رحت رايحه مولعه عليهم بقى. حطيت اي امل، حطيت طماطميه كبيره وحطيت معلقه صلصه كبيره، يعني طماطميه كبيره حلوه ما شاء الله مبشوره، وحطيت عليها معلقه صلصه. طب ليه الطماطم وليه الصلصه يا امل؟ علشان يبقى لونه احمر وحلو زي الفل. انا ما بحبش احط الوان صناعيه وادلي في الكلام ده كله، ما بحبش احط الالوان الصناعيه. الطماطميه بتاعتك ومعلقه الصلصه بتديله طعم حلو ما شاء الله، اللهم بارك. بتديله طعم حلو، بتخلي لونه حلو، مش بتخليه ابيض كده وبهتان، لا بتخلي لونه احمر حلو ما شاء الله يفتح النفس كده. طبعا لما الفول بيستوي كبدنا ما شاء الله بياخد وقت طويل. الطماطم دي مش بتبان اساسا، بتستوي قوي قوي وبتسيح في قلب الفول، مش بتبان اصلا، تمام كده. طيب هنغطي عليه وهنسيبه مع نفسه يتسلق براحته. بس على فكرة يا جماعة، اول ما هيغلي نسيت اقول لكم ان انا بحط عليه نص ليمونة بعصرها واروح سايباها حطها في وسط الفول، تمام كده. على فكرة بتبقى حلوة قوي قوي قوي، وبتخلي الفول طعمه جميل اقسم بالله. اعملوا الطريقة على اعملوا الفول على نفس الطريقة دي، الفول المدمس اعملوه على نفس الطريقة دي والله ومش هتندموا. هو تكاته جميلة جدا وحركاته حلوة قوي قوي ما شاء الله، تاكل شوية فول زي العسل.
تعينهم بقى في اكياس في الفريزر على قد الوجبه كده ما هتاكليها. بسم الله ما شاء الله، تبقى حاجه بصي لوز اللوز. هتحطيه في التلاجة كده مثلا، انت حرة زي ما انت عاوزة تعملي اعملي. طيب انا حطيت دلوقتي نص ليمونة، وهسيبه اول ما هيغلي هغطي عليه، واول ما هيغلي هوطي عليه خالص على الشمعة، نار واطية خالص على الشمعة. ماشي، يعني نار واطية خالص كده، يعني في مقدار شمعة مثلا. واروح جايبة معلقة بيكنج باودر وحطها على الفول. ليه معلقة البيكنج باودر يا امل؟ بتساعد في سوى الفول بسرعة من غير ما ياخد وقت معايا طويل. طبعا مش بسرعة، يعني ان هو بتاع 5 دقايق ولا حاجة زي كده، ممكن ياخد له من ساعتين ل3 على نار هادية. بسم الله ما شاء الله، ليه الشمعة زي ما قلت لكم كده. وكل شويه تقلبي، كل شويه تقلبي. ليه انا بقول لك كل شويه تقلبي في اول ما بتحطي الفول على النار؟ ليه؟ عشان خاطر الرز بتاعك ما يلزقش في الحله، ولا يعمل لك شياط ولا اي حاجه. شايفه انا كل شويه بقلب وبوريكي، بجيب لك من تحت لفوق وبوريكي بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفه الان بقلب ازاي؟ تقلبي اول ساعه دي بالذات، تقلبي كويس قوي قوي قوي، كل شويه قلبي كل شويه قلبي. ليه؟ علشان الرز بتاعك ما يرسيش في ارضيه الحله ويشيط ويعمل لك ريحه شيطه. طبعا ده كيس البيكنج باودر بتاعي، ده كيس البيكنج باودر بتاعي. تمام. انا حطيت نصه بالظبط بمقدار معلقه صغيره، حطيته كده بس بعد ما الفول غلي، يعني استنيت لما الفول غلي ورحت حطاه. ده بيساعد في تسويه الفول. تمام كده. شايفين الفول اصلا شكله عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الفول ده بقى تاكلي شويه فول بالف هنا وشفا وتدعي لي بقى. فول عسل بقى، ما فيش فيه غلطه وما فيش فيه كلمه. شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا اللهم بارك الحله اتمليت وهو زاد قوي قوي، اللهم صل على النبي في الحله. فما عادش نافع لان كده بدأ يفور مني وما عادش نافع بقى. هضطر انقله في حله تانية عشان يستوي براحته. هضطر انا كده خلاص هنقله في حله تانية عشان يستوي براحته، لان فعلا فعلا شايفين النار. انا دلوقتي بوريكم النار، بوريكم النار عامله ازاي. مسخنه خالص، يعني موطيه النار خالص على الشمعه. طبعا الحمد لله دلوقتي الفول خلص. فانا قلت اطلع بقى اوريكم الفول خلص ازاي ونشوف مع بعض. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الفول ده سايح وزبده وحاجه لا توصف، اللهم بارك يعني اللهم بارك. طيب من غير ما نقعد نتكلم يا امل ونحكي وكلام من ده، يعني نشوف الفول وصل لفين وعامل ازاي ونتفرج عليه عشان يبقى كلام عملي، يعني مش كلام وبس، لا كلام وفعل. تمام كده. تمام كده. طيب هنوريكم الفول، ويا ريت اللي تعجبها الفول بطريقتي يا ريت يا ريت ما تنساش تدعمني بلايكاتها الجميله، بدعواتها الحلوه. ما تنسوش الفيديو لو عجبكم بالطريقه الجميله الحلوه اللي انا عملتها دي، تشيروه لاصحابكم وحبايبكم. على فكره اوفر لك 1000 مره، يعني ده نص كيلو فول والله العظيم، هو نص كيلو فول مش اكتر. ده نص كيلو فول، وعليه كوبايه فول مدشوش، وعليه نص كوبايه عدس ونص كوبايه رز. نص كوبايه رز. الرز ده ليه امل الرز علشان النشا اللي فيه يمسك الفول. تمام. فلما نحط نشا حاجات زي كده، احنا عايزين كل حاجات طبيعيه وحاجات موجوده من البيت. حطينا نص معلقه رز، نص كوبايه رز سامحوني، نص كوبايه رز ونص كوبايه عدس اصفر، واللهم صل على النبي، وكوبايه فول مدشوش ونص كيلو فول. يعني الحله دي كلها كده اللهم بارك بنص كيلو فول. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله بنص كيلو فول بس، الاكتر ولا اقل. فشوفي النهارده بديكي يعني معلقتين كده ب5 جنيه. فليه؟ طب ما احنا اولى بالجنيه، احنا في ايام صعبه ومحتاجين كل جنيه وكل مليم احنا محتاجين. فبدل ما نروح نجيب طبق فول قد كده فيه معلقه واحده كده ب5 جنيه، طب ما انا اعمله في البيت احسن وانضف ليا 1000 مره، وهيوفر لي وجميل جدا ونضيف. وانا عارفه انا غسلاه ازاي، وعارفه انا عاملاه ازاي، وعارفه كل الحاجات اللي في قلب. هو مش خد حاجه يعني مني مكلفاني ولا حاجه. كل اللي حطيته عليه معلقه بيكنج باودر عشان تساعد في السوا معاكي ما تطولش عليكي. وبعدين واللهم صل على النبي، وحطيت نص ليمونه، وبشرت طماطميه كبيره حلو، بشرت طماطميه. وحطيت معلقه كبيره من بتاعه الاكل دي صلصه بيتي انا عاملاها، يعني انا عاملاها، مش بحب الصلصه الجاهزه عموما يعني. انا عامله اللي كنت عاملاها معاكم، اللي كنت عاملاها بالفلفل الاحمر والكلام ده كله والبنجر. فحطيت معلقه صلصه وحطيت طماطميه مبشوره. هي كده كده ما شاء الله بتستوى قوي قوي في قلب الفول، مش بتبان، عشان خاطر مش عاوزين نحط له لون ولا كلام من الكلام الفارغ ده. لا عايزين نحط لون صناعي ولا حاجات من الحاجات دي. الطماطميه تدي لون حلو وهتحمره، معلقه الصلصه تدي لون حلو احمر كده حلو وجميل كده،
وهتحمره برضه، وكل ده حاجات طبيعيه من البيت. تمام كده، تمام كده. ومعلقه بيكنج باودر زي ما قلت لكم، يعني هو ما كلفنيش اكتر من كده. بسم الله ما شاء الله. الحاله دي تعمل لها يجي 100 جنيه على عيار المعلقه ام 5 جنيه دي. لا الحاله دي تعمل لها 100 جنيه. طيب يلا نشوف العدس بقى شكله عامل ازاي عشان نروح نفطر منه، لان جعانه وعاوزين نفطر من عدس من الفول ده دلوقتي يعني ان شاء الله ان شاء الله. انا نقعته تقريبا بتاع 5 6 ساعات كده بالليل. لا انا نقعته، انا عامله الساعه 10 بالليل، وانا قايمه اصلي الفجر ولعت عليه الساعه 5. تمام، يعني انا قعدت الساعه 10 بالليل وانا قايمه اصلي الفجر ولعت عليه، واستنيت لما غلي، ورحت ايه قلب بقى في الحله دي، لان الحله دي تخنه شويه، وهديت عليه النار وسبته مع نفسه بقى يعيش كده مع نفسه. تعالوا بقى اما اوريكم الفول ما شاء الله تبارك الله عامل ازاي. اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين الفول اهو، شايفين اهو، شايفين الفول، اللهم صل على النبي خاتم وعامل ازاي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. شايفين الفول مستوي، وبصوا حاجه كده لا توصف يعني. اللهم بارك، لا باين في رز، لا باين في رز ولا باين في عدس ولا باين في طماطم ولا باين في اي حاجه يا ست الكل. شايفه العدس الفول عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين لونه الجميل ده، اللون بقى الطبيعي الحلو اهو، لا باين فيه عدس ولا باين فيه رز حاجه، اللهم بارك. وطول ما انت اول كده، اول ما تولعي عليه كل شويه قلبي، كل شويه قلبي، علشان ايه؟ شويه الرز اللي انت حطيتيهم ما يلزقوش معاكي، خايفه يلزقوا معاكي ويشيطوا ومش هتفتحي عليه. مش مهم الرز خالص، واختمي بمعلقه نشا في الاخر انها تمسكه بس بسيط وخلاص. تمام كده. شايفين الفول، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين اهو ده بقى، دي بقى ب5 جنيه الواحد، لا دي تسوى 10 جنيه عشان ما شاء الله تبارك الله نضيف وجميل وصحي ومفيش فيه اي مشكله خالص يا جماعه. تعالوا اوريكم في الطبق بقى عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين انا بقلب جاي من تحت خالص اهو، اللهم بارك اللهم بارك. شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين الفول على فكره لسه سخن نار، انا لسه طافيه عليه حالا، انا لسه طافيه عليه. طيب تعالوا نشوف هنعمل فيه ايه. ده طبق الفول بتاعي اهو، هقول لكم هنعمل فيه ايه. بصوا بقى الاول هجيب معلقه كده واقول لكم الفول اخباره ايه وعامل معانا ازاي. شايفه الفول بتاعي بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفه الفول اصلا سايحه وبصوا مهروسه خالص اهي، اللهم بارك. شايفين الفوله حاجه بسم الله ما شاء الله. بصوا سايحه والله العظيم، فوله زبده يا جماعه ما شاء الله تبارك الله. ولا باين فيه بقى رز اهو، شايفين، ولا باين فيه رز ولا باين فيه اي حاجه خالص من اللي انتوا شفتوها بقى، ولا فول مرشوش باين ولا باين فيه عدس ولا اي حاجه. كل ما الفول بتاعي ما شاء الله بيمسك، كل ما القوام بتاعه بيتقل وبيبقى شكله جميل جدا وطعمه حلو. طب هنعمله ازاي يا اموره دلوقتي؟ هقول لكم هنعمله ازاي. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنجيب له بقى ملح كده وكمون وليمون ونظبطه كده وناكله مع بعض يا جماعه. بصوا بقى دي اهو، ده الملح بتاعي اهو، انا هعمله قدامكم اهو عشان ناكله دلوقتي حاضر مع بعض اهو. ودي نص ليمونه اهي، نص ليمونه، هحش بس البذر بتاعها دوت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. بصوا والله العظيم حاجه اللهم بارك، زي العسل زي العسل وزي القشطه كمان. تخيلوا بقى ان انا عندي زبده واحط عليها معلقه زبده كمان، بصوا حاجه جميله كده اللهم بارك يعني. طيب انا عندي زيت زيتون، احط عليه معلقه زيت زيتون واحط عليه ايه قشطه بتاع زبده. طبعا دي الزبده بتاعتي اهي، انا بحاول اكسرها كده ما شاء الله اللهم بارك اهي. دي الزبده اهي، تمام كده تمام كده. وده زيت الزيتون بتاع البكر اهو، بسم الله، معلقه صغنونه كده مش هنكتر برضه عشان احنا حاطين زبده. طيب هنحط بقى ايه شويه كمون صغنون كده. افتحي الباب يا بنات شوفي مين بره. ودي معلقه كمون على كزبره، تمام، معلقه صغنونه كده ايه كمون على كزبره، احنا مش هنكتر. خلاص كده هقلب بقى الفول بتاعي الجميل ده، بسم الله ما شاء الله تبارك الله اهو. شايفين الفول
والله العظيم حبة فول اللهم بارك اللهم بارك، حاجة وهم، حاجة جميلة جدا يعني، حاجة نظيفة وجميلة ومن بيتك، لا هتغرمك كتير ولا هتكلفك كتير، حاجة كده اللهم بارك زي العسل. شايفة الجمال والحلاوة؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حبة فول الله أكبر عليهم وعلى جمالهم، بجد بجد تسلم ايديا تسلم ايديا، حبة فول زي العسل كده ما شاء الله تبارك الله. خلاص يا جماعة احنا كده خلصنا الفول بتاعنا. كده خلصنا الفول بتاعنا الحمد لله. نروح بقى ومعاه جرجير اهو والفول، ونروح بقى نفطر، واقول لكم ايه يا جماعه، يا ريت تجربوا الفول على طريقتي، والله حاجه هتعجبكم، حاجه زي العسل. يا ريت الاول مره يشوف قناتي يشترك في القناه، يشرفني طبعا باشتراكه في القناه، ويفعل الجرس علشان ان شاء الله يوصلوا ان كل جديد بامر الله. وبعدين ما تنسونيش يا جماعه تدعموني بلايكاتكم، الناس خير الناس انفعهم للناس، خير الناس انفعهم للناس. النبي عليه الصلاه والسلام قال كده على فكره، مش احنا اللي قلنا. يا ريت يا جماعه انا بطلب منكم انتوا كلكم اخواتي وحبايبي وعلى عيني وعلى راسي من فوق، داخل مصر وخارج مصر وجميع انحاء العالم، انتوا كلكم حبايبي واخواتي، انا بطلب منكم انكم تقفوا جنبي، تكبروا قناتي. يا ريت تحطوا له لايكات كتير كتير جدا عشان خاطر الفيديو يتشاف من اكتر حد يعني. وربنا يا رب يجعلنا كلنا سبب في ارزاق بعض، اللهم امين. وما تحرمش منكم على مشاهداتكم، يا ريت يا جماعه تخلصوا لي في المشاهده يا ريت تحاولوا تكبروا القناه على قد ما تقدروا، يعني لان فعلا محدش فينا بيعمل قناه الا اذا كان محتاجها. اشوفكم ان شاء الله ان شاء الله في فيديو جديد وفكره جديده وروتين جديد ويوم جديد، ومع الف سلامه. أنا كنت بقولها يا رب تفكريها من يفضلها، يا رب تفضلها يا عليك يا حي يا قيوم، واجعل صلاتي والأمر والدين والبر لي وبعيالي، يا رب تجعلها من صلاتك والنفح يا رب. أقسمت بك عليك يا ذا الجلال والإكرام، أقسمت بك عليك يا ذا الجلال والإكرام، أقسمت بك عليك يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أغثني من الدين ومن الفقر، اللهم أغثني من الدين ومن الفقر، اللهم أغثني من الدين ومن الفقر.